التهمت النيران مساء السبت سيارة لنقل البضائع بالطريق السيارة على مستوى الجماعة الترابية خميس سيد محمد بن رحال بقيادة أولاد بوزير جنوب سطات دون تسجيل خسائر بشرية. وأفادت مصادر القناة من مكان الحادث أن سيارة من الحجم الكبير كانت محملة بالبضائع وكانت قادمة من مدينة مراكش باتجاه الدار البيضاء اندلعت فيها النيران على مستوى دوار أولاد المسناوي بالنقطة الكيلومترية 99. وانتقلت إلى مكان الحريق عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي مشرع بن عبوء سرية سطات وممثل السلطة المحلية بقيادة أولاد بوزيري، فضلاً عن أفراد الوقاية المدنية الذين قاموا بإطفاء النيران، فيما تم فتح بحث تمهيدي بخصوص الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة. نشكركم على متابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم حول هذا الحدث وأي مواضيع تودوننا أن نغطيها في المستقبل. دمتم سالمين ومطمئنين، وإلى اللقاء في تقاريرنا القادمة.